الجريمة اللي صارت في النهلة في النصر واحد، البارح حكيت عليها في فيديو، وديجا قلت حسب المعلومات اللي وصلتني، حسب اللي ريت صفحات الفيسبوك اللي ينشروا فيه والمجموعات. انا حكيت على جريمة في حكاية اخرى تاع موتور تسرقت وطلبوا عليه فلوس 200,000. هذا اللي ريته انا، وديجا قلت لكم حسب المعلومات اللي وصلتني، يعني مانيش متاكد. كنقول حسب المعلومات اللي وصلتني يعني مش متاكد من المعلومه، وصلت لكم الخبر كما سمعته انا. لكن يا اخي بعد الفيديو اللي سمعته وسمعت امه شنو تحكي، قسما بالله بدون تعليق ام الوليد اللي توفى لؤي خرجت تحكي في فيديو، اقسم بالله نسمع فيها ونكذب بالرسمي. يهود والشيء اللي سمعته تحكي فيه هي وما يعملوش. قالت لك ولدي، انا بارك على ولدي، قالت لك هما يضربوا فيه بسكينه، وبعد بو الولاد اللي ضربوه بالسكينه شنو يقولها يعملها؟ هي تنجم تهز ولدك، تو تنجم تهزه. وي يا دوله، وي معلم طبق، رجع العداو، شنو الهم هذا؟ رجع العداو، البلاد مشات، ناس ما عادش خايفه، لا خايفه لا منكم لا من الدوله، ولا خايفه من ربي. رجع العداو، نحي لهم جد وديهم، خلي اللي يخمم قبل ما يقتل يعرف روحه راه باش يترزاه في راسه، راه باش يقتل شكون باش يخلط عليه من بعد. شنو الهم هذا؟ قالت لك حسب ما تحكي يمه في الفيديو، قالت عندهم شكون في الحومه مريض هانديكابي معاق مسكين على كروسه، سرقوا له 750 دينار. الفروخ المسيخ هذوما المجرمه اللي قتلوا لؤي سرقوا 750 دينار للسيد المريض هذا. مشالوا لؤي قال له تو نهز ولاد الحومه، تو نمشيو نحكيو معاهم عواشر وكذا، تو نحكيو مع ابوهم وامهم، تو نحكيو معاهم هما عواشر ورمضان، ويرجعوا لكش حتى نص المبلغ. مشى لؤي وهز معاه ولاد حومته على اساس باش يرجعوا الفلوس لك الزوالي ذاك مسكينك اللي على كروسه. يخرجوا لهم سي 3 اخوات هذوما بالسكاك، الاولاد اللي مع لؤي الكل هربوا، ما قعد حتى واحد، هربوا الكل قطع. قعد كان لؤي، شدوا لؤي غاديك وطاحوا يضربوا فيه بالسكينه. امه تسمع في الحس كي خرجت، ماشي في بالها عركه، هي قالت بهم العباد ما يحزوش، علاش هكا الطفل يضربوا فيه؟ دز في العباد وداخل